السلام عليكم. طبعا معظمنا بيعاني من صداع، ممكن يجيله أو احتقان في الأنف. في طريقة سهلة جدا هخليك تتخلص من الصداع دوت في خلال ثواني، وإن شاء الله طريقة مضمونة ومجربة. الطريقة كالآتي: إن أنت طبعا إحنا عندنا هنا في الأنف الجزء ده يعتبر جزء عظمي، وبعد كده الباقي ده كله جزء غضروفي. هنيجي في المسافة، يعني دي العظم وهنا ده طرف الأنف، فاحنا هندوس على الجزء الوسط بالظبط في الغضروف ده. هنضغط كده لمدة ثواني، يعني ممكن نقول لمدة دقيقة. نضغط كده لمدة دقيقة في الجزء ده كده بالظبط الوسط. تمام، أفضل ضاغط. ممكن كمان لو ما جابتش معايا نتيجة أرفع إيدي لفوق شوية كده، أفضل ضاغط برضو. أحس بتحسن رهيب، أبص ألاقي فعلا بدأ الاحتقان اللي في الأنف اللي كان ساد في المناخير ده هيروح، وبعد كده هبدأ أتنفس بشكل طبيعي. وهنجرب الموضوع ده مثلا لمدة دقيقة، هلاقي في تحسن حصل. لو برضو حسيت إن في لسه برضو في قفلة شوية كده، هعمل نفس الطريقة تاني، أضغط كده برضو بنفس الطريقة كده، برفع إيدي لفوق كده شوية، شد الأنف لفوق، هلاقي فعلا في تغير حصل رهيب. هلاقي التنفس بقى طبيعي جدا، والصداع هيبدأ يخف بالتدريج، ودوت في خلال وقت قصير جدا. أشكركم للمتابعة، وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب، وانشر الفيديو لأصحابك، لأن أكيد في ناس كتير محتاجة إنها تعرف المعلومة دي. وشكرا لحضراتكم، شكرا جدا. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.